بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. هنعمل معايا بعض تورتاية بأسهل مكونات موجودة، ولو عندك مناسبة هتعمليه من غير بقى ما تعملي كيكة وتغلبي نفسك ولا سبونش ولا حاجات من دي. زي ما انتم شايفين شكلها كده أنا بوريها لكم عشان ندخل بقى نعملها مع بعض. أول حاجة هنا هنبدأ نعمل مع بعض الكريم. معايا كوبايتين لبن، هبدأ أنزل عليهم ببديل النسكافيه. طبعا احنا بنستعمل النسكافيه المصري مش اللي هو المقطع، وهبدأ أنزل عليهم بمعلقتين كبار سكر أو السكر ده حسب ما انت بتحبي، وهنزل عليهم كمان بمعلقتين كبار مليانين نشا. طبعا الخليط ده لسه ما رفعتوش على النار. كده خلاص أنا دوبت النشا، وهبدأ بقى أرفعه على النار لحد ما يستوي معانا. هنزل عليها بمكعب زبدة، وهنبدأ بقى ندوب مع بعض مكعب الزبدة لحد ما يدوب. كده خلاص الكريمة معايا استوت. هبدأ بقى أفضيها في طبق أو في بول الموجود عندك استعمليه، وأحط بقى على الوش بتاعها كيس عشان ما تعملش معايا طبقة ناشفة. عندك استرتش كيس تلاجة الموجود عندك اعمليه. كده خلاص انا فردت الكيس على وشها وسبتها لما بردت تماما، وبعد كده دخلتها التلاجة. احنا عايزينها ساقعة تمام. وده شكلها بعد ما طلعت معايا من التلاجة. هبدأ بقى اضربها بالمضرب. طبعا دي هتدينا كمية كريمة كبيرة بكمية كريم شانتيه بسيطة، وهبدأ انزل عليها بكوباية كريم شانتيه. طبعا انتوا عارفين الكريم شانتيه اليومين دولت غالي، فاحنا بنحاول نعمل بدايل. هنجيب بقى البسكوت سادة، اي بسكوت سادة موجود عندك. كده خلاص انا ضربت الكريمة خالص. وهتجيب بقى اي بسكوت ساده موجود عندك، حتى لو بسكوت المدرسه. انت هتلاقينا هنا انا مستعمله كذا نوع بسكوت مش نوع واحد. هتحط بقى معلقه كريمه في الصينيه من تحت، وبعد كده بقى هتعوص البسكوت في اللبن. اللبن ده بارد عادي مفيش اي حاجه خالص، حتى مفيش سكر. وهتبداي تعوصي البسكوت باللبن لحد ما تملي قاع الصينيه. وهننزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه مع بعض، خليط الكريمه اللي احنا عملناه. هتبداي بقى تفرديه على البسكوت. طبعا بقى انت اللي بتحكمي في الطبقات، عايزه طبقه عايزه اتنين حسب ما انت بتحبي. عايزه تقدميه في بولات كل واحد البوله بتاعته، مش عايزه تقدمي صينيه كبيره كده برضو براحتك. بس احنا بصراحه قلنا نعمل تورتايه باقل تكاليف. زي ما انتم شايفين كده انا استعملت كذا نوع بسكوت، فانت اي بسكوت ساده موجود عندك استعمليه. زي ما قلت لك حتى لو بسكوت المدرسه. بصراحه انا هعملها 3 طبقات. طبعا هنحط طبقه بسكوت طبقه كريمه، ونبدا بقى نسوي الكريمه على الوش. وهنزل عليها تاني بكمان طبقه بسكوت. احنا يا دوبك بقى بنطر البسكوت باللبن. وهنزل بقى بقيه الكريمه على الوش. كده خلاص انا خلصتها. زي ما قلت لكم انا عملت طبقات 3 طبقات، انت حابه تعملي طبقتين بس اعمليهم. كده خلاص برضو المفروض انت بقى تدخليها التلاجة تقعد فيها حوالي ساعتين او 3 عشان تطلع معاك متماسكه كويس. بس بصراحه انا ما صبرتش عليه لانهم كانوا مستعجلين وعايزين ياكلوا منها. كده خلاص انا هفك الطوق
بس يا ريت انتوا تصبروا عليها ساعتين 3 في التلاجة، ما تستعجليش زي انا ما استعجلت عليها كده، عشان تتمسك معاكي اكتر. انا بقى هزوقها بجوز الهند. انت حابه تقدميها من غير ما تزوقيها برضو قدميها، حابه تزوقيها بمكسرات بكاكاو، اللي انت حابه تزوقي بيه وبتحبيه زوقي. فاضل عندك شويه بسكوت ساده، عايزه تطحنيهم وتزوقي بيهم برضو زوقي. كده خلاص انا غلفت كل الجناب بجوز الهند. هنبدأ بقى نحط عليها شوية كريمة من اللي فاضلين. انا هقسمها نصين، هعمل نص بالكريمة زي ما انتوا شايفين كده واحط عليه جوز الهند، والنص التاني هحط عليه بسكوت اللي هو البسكوت الاوريو، بس طبعا ده مش الاوريو، ده بديل الاوريو، لان زي ما انتوا عارفين الاوريو مقاطع. هبدأ بقى ارش على الوش كده بشوية جوز هند، وجبت شوية بسكوت من دول وطحنتهم في الكبة، او لو ما عندكيش كبة هتطحنيهم بأي حاجة بكيس بيد هون بأي حاجة عندك هتعمليهم. وهبدأ برضو اعمل النص التاني كده بالبسكوت زي ما انتوا شايفين كده. والتزويق ده حسب ما انت بتحبي تزوقيها ازاي، او حسب كل واحد بيحب، كل واحد فينا ليه ذوق في التزويق اللي هو بيعمل بيه. وزي ما انتم شايفين كده نعتبر عملنا الكيكاية بأبسط حاجة عندنا، وكمان وفرنا في كمية الكريم شانتيه. يعني الكريمة اللي انت عملتيها دي هتوفر معاكي كمية الكريم شانتيه، يعني بدل ما تاخد منه كوبايتين كريم شانتيه احنا استعملنا كوباية، وكوباية مش كبيرة كمان. ويا رب الطريقة تكون سهلة وبسيطة وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.